سلام البنات، مرحبا بكم عندي في قناتكم وصفات سميره. اليوم جبت لكم بطيلات صغار، ميني بطيلات، يعني كيجيو زوينين الولدات، لا في الحطه ولا في الماضع. صراحه كيجيو معسلين ومقرمشين، وبقاو معايا شوفوا طريقه التحضير ديالي ديال هاد البطيلات الصغار. وما ان مقبلين على رمضان، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. وجدوهم من رمضان وفرجه ممتعه وشهيه طيبه. بسم الله، نبداو بطريقه التحضير. عندي هنا البصله البنات، كنشدو تقريبا 4 البصلات كبار ولا 5، كنشلضهم رقاق، ما يكونوش غلاض بحال هذا الشكل. ومن بعد البنات كنديرو الدجاج، كيكون عندنا مغسول ومحيدين ليه الجلده، وبالحامض بالسكينجبير والملحه، كنغسلوه مزيان. ومن بعد كنخليوه ليله كامله حتى كيحيد لنا داك، حتى كينشف، وعاد كنطيبوه. ما يمكنش لينا نطيبو الدجاج في النهار. من بعد كنديرو هنا الثومه، الخرقان بلدي تقريبا معلقه كبيره، شويه ديال الابزار معلقه صغيره، سكينجبير معلقه كبيره. كناخذوا الملحه، كنديروا هنايا المعدنوس، دابا كنقطعوه طريفات صغار، كنطحنوه. درت هنايا النص والنص خبعته. عندي هنايا سميتو زعفران الحر، عندي واحد شويه. ما كانش عندكم ديروا الضماد زعفران وشويه ديال الزيت، تقريبا نص كاس ديال الزيت. كنديروه في البوطه، كنخليوه يتشحر لينا داك الدجاج مزيان باش كتدخل فيه ديك العطريه. من بعد البنات ملي كيتشحر لينا الدجاج كيتقلى، كنديروا شويه ديال الماء، حيت البصله كطلق الماء. غندير غير شويه ديال الماء وغادي نشد عليه تقريبا شي نص ساعه هكاك. صافي، ونخليه يطيب على خاطر. من بعد ملي كيطيب لينا البنات الدجاج كما كتشوفوا راه طاب لينا مزيان، كنحيدوه. كنحيدو من ديك البصليله. ومن بعد البنات ملي كتبقى لينا البصيله كنزيدو عليها معلقه كبيره ديال القرفه، ما تكونش عامره بزاف، ومعلقه كبيره ديال العسل. من بعد البنات كنحركو ديك الدغميره، كنخليوها تقلى مزيان، وكنزيدو عليها شويه د المعدنوس. هاد المعدنوس البنات ضروري كيكون في البسطيله، كيعطي واحد المذاق زوين في البسطيله. درنا النص الاولاني، النص الثاني. من بعد البنات ملي خيدنا داك الدجاج كنشدوه، كنحيدو منه داك العظيمات، وكنفرتو كنحلوه. وكناخذ هنا ديك الدغمه اللي عسلناها، كنحيدو منها واحد مغرفه ولا 2 مغارف باش ما يجيكمش الدجاج يكون ناشف. ومن بعد كنزيدو هنا البيض وكنبدا نحركو. ديك البيض كنطربوه مع ديك البصله مزيان ومع ديك العافيه مهيله. ملي كنديروا البنات البيض كنطربو مزيان باش ما يطيبش لكم البيض، كنبقاو هكا مستمرين وحنا كنحركو. كلشي واضح في الفيديو يا البنات، كنبقاو هكا مستمرين حتى كنكملو، حتى ما يبقاش لكم حس قطره ديال الماء وكتشرب. ديك البيض كيتشرب وكيتعسل مزيان وكيتقال مع ديك البصله. كنبقاو البنات هكا مستمرين في التحراك كما قلت لكم حتى ما يبقاش فيها الماء. حيت البصله كتطلق الماء ضروري خصها تكون ناشفه، الدغمه خصها تكون ناشفه. عندنا هنايا
اللوز حمرته طحنته ها هو البنات. درت فيه هنا القرفه وغندير فيه هنا العسل، معلقه كبيره ولا 2 معالق كبار ديال العسل على حسب الذوق نتوما كتبغيو الحلاوه. ولا ما كانش عندكم العسل ديروا السكر ثقيل. ومن الاحسن البنات الا كان عندكم العسل ديروه حيت كيجي ملعك. اما الثقيل كيجي ناشف، كتجي اللوز كيجي ناشف شويه. حنا وجدنا كلشي البنات، هو اللوز ديالنا موجود. عندنا هنايا ديك الضغميره اللي درنا ديال البصله والبيض. وهنايا عندنا الدجاج غنخلطوه بديك شويه ديال البصله اللي معسلناها بالقرفه، وهذا كناخذوا شويه باش ما يجيكمش الدجاج ناشف. هذا كله حنا وجدناه دابا. كنحلو مزيان الدجاج البنات، الا كان شي عضيم ولا شي حاجه كنحيدوه من الدجاج. صافي كنجيبوا المرقه كنقسموها على 4. هنا عندي الورقه صغيره، احسن خذوها كبيره. كنوجدو كلشي وكندوبو تقريبا شي 2 معالق كبار ديال الزبده، كندهنوا بها الورقه ديالنا. صافي كنبدا نعمروا البسطيلات ديالنا صغيورين بحال على هاد الطريقه هادي. غنوريكم الطريقه اللي عمرت بها بسطيلات صغيورين. نتوما البنات بغيتو توجدوهم ديروهم في الثلاجه ما طيبوهمش. الا بغيتو تخليهم من رمضان ان شاء الله. كنديروا الطبقه الاولى ديال الدجاج والطبقه الثانيه ديال الدغميره ديال البصله والبيض والطبقه الثالثه ديال اللوز. صافي كنجمعوا الورقه ديالنا وكندهنوا يدينا بالزبده. طريقه سهله البنات. صافي كنديرهم في اللاطه اللي غندخلوها الفران. كنبقاو هكا مستمرين. بغيت نقول لكم البنات مرحبا بالناس اللي جاو دخلوا عندي جداد، مرحبا بهم. ومرحبا الناس حتى هما اللي كانوا عندي قدام، مرحبا بكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساش دير لنا اللايك البنات الفيديو اللي عجبكم. حاجه صغيره كتعجبني انايا بحال هذا الشكل، بحال هكا صغيورين يجيو زوينين. كنضغط عليهم المعلقه بحال هذا الشكل. صافي كنبدا نجمعوا. كنديروا ديروا الحجم اللي بغيتو داك بسطيله كبيره جمعوا فيها كلشي، ولا بغيتو بسطيلات صغيورين بحال هذا الشكل. انا وريتكم طريقتي. من بعد البنات ملي كنكملوا نعمروا اللاطه ديالنا
كندهنوهم بشويه ديال الزبده من الفوق على هذا الشكل، كندخلهم الفران، كنشعلوا عليهم غير من التحت. من بعد ملي كيطيبوا لنا من التحت كنشعلوا لهم من الفوق وكيتحمروا. هذا هو الشكل النهائي ملي كنخرجوهم من الفران البنات، كيجيو محمرين، كيجيو لذاذ مقرمشين من الداخل، صراحه كيجيو زوينين. كنزينوهم بالسكر الصغير من الفوق، لو كاوكاو مهرمش ولا اللوز مهرمش من الفوق نتوما اللي اللي عندكم موجود في الدار. وكنديروا عليهم القرفه، كنزينوهم بالقرفه والسكر الصغير. ايوا كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم البنات، وشكرا على المتابعه، شكرا على المشاهده ديال الفيديو. اللي دخل عندي الفيديو وشاهد لي الفيديو كنشكرو بزاف بزاف. وشهية طيبه، وشكرا على المتابعه.